اهلا طلاب الاعزاء سنه تانية اعدادي. انا مستر محمد رجب، والنهارده ان شاء الله معانا اول درس في الوحده الثالثه بعنوان نظام الغابات في قاره اسيا وقاره اوروبا. الوحده الثالثه يا سنه تانية هيكون فيها 3 دروس. اول درس اللي هو معانا النهارده هنتكلم فيه عن نظام الغابات في اسيا واوروبا. الدرس الثاني هنتكلم فيه عن نظام الحشائش وكمان نظام الصحاري. الدرس الثالث والاخير هنتكلم فيه على النظم المائيه. طيب لو رحنا للغابات اللي موجوده في اسيا وقاره اوروبا هيبقوا عباره عن نظم غابات بتتكون من 5 نظم. ال5 نظم مش كلهم موجودين في القارتين، قارة آسيا بس هي اللي فيها ال5 نظم، إنما قارة أوروبا هيكون فيها 3 من النظم ديت. فإحنا عندنا نظم الغابات المدارية المطيرة، عندنا نظم الغابات الموسمية، عندنا نظم غابات البحر المتوسط، عندنا نظم الغابات النفضية، وعندنا نظم الغابات الصنوبرية أو المخروطية. هناخد ال5 نظم دمت مع بعض في الدرس ده، فواحدة واحدة كده. أولا كده نظم الغابات في قارة آسيا وفي قارة أوروبا مختلفين من حيث النوع ومن حيث التوزيع ومن حيث الخصائص. يعني الغابات اللي في قارة آسيا وفي قارة أوروبا مش نفس النوع، مش نفس التوزيع، يعني مش نفس الأماكن اللي هم موجودين فيها، كمان مش نفس الخصائص. يعني خصائص الغابات المدارية مش زي خصائص الغابات النفضية. يبقى الغابات اللي في آسيا والغابات اللي موجودة في قارة أوروبا الغابات على بعضها بتختلف في النوع، بتختلف في التوزيع، بتختلف كمان في الخصائص. طب السؤال هنا يا مستر، وهم بيختلفوا ليه؟ ايه السبب هنا اللي خلى في اختلاف في انواع الغابات في قارة اسيا واوروبا؟ السبب هنا 3. الموقع الجغرافي، على حسب مكان الغابة ده فين فهيكون فيها خصائص، على حسب كمان المناخ، على حسب كمان عوامل اخرى مش عايز يشغلكوا بيها. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الغابات في قاره اسيا واوروبا هتكون غابات ايه؟ مختلفه فيما بينها. مختلفه بسبب الموقع الجغرافي، مختلفه بسبب المناخ، مختلفه بسبب العوامل الطبيعيه الاخرى. يبقى نظم الغابات في قاره اسيا وفي قاره اوروبا عباره عن 5 نظم مختلفين في النوع وفي التوزيع وكمان في الخصائص. السبب هنا 3. قلنا اول حاجه الموقع الجغرافي، السبب الثاني المناخ، السبب الثالث عوامل طبيعية أخرى قال مش هيتكلم فيها. احنا كده اتكلمنا وقلنا إن نظم الغابات عندي 5، نقولهم تاني مع بعض كده. عندنا نظم الغابات المدارية المطيرة، 2 نظم الغابات الموسمية، 3 نظم الغابات الصنوبرية أو المخروطية، 4 نظم الغابات بتاعة البحر المتوسط، 5 نظم الغابات النفضية. طيب الغابات دي كلها يا مستر موجودة في آسيا؟ ايوه. طب كلها يا مستر موجوده في اوروبا؟ لا. تاني ال5 انواع ده هم كلهم في اسيا؟ كلهم في اسيا. طب كلهم في اوروبا؟ لا. في نوعين مش موجودين في قاره اوروبا. طب النوعين ايه هم يا مستر اللي مش موجودين في اوروبا؟ النوعين اللي هم ده هم نظم الغابات المداريه المطيره ونظم الغابات الموسميه. النظم ديت مش موجوده في قاره ايه؟ اوروبا، موجوده في قاره اسيا بس. موجوده في قاره ايه؟ اسيا وبس. انما ال3 التانيين نظم الغابات الصنوبريه في اسيا واوروبا، الغابات بتاعه البحر المتوسط في اسيا واوروبا، الغابات النفضيه في اسيا وفي اوروبا. طب السؤال يا مستر، وايه اللي خلى نظم الغابات المداريه المطيره ونظم الغابات الموسميه مش موجوده في قاره اوروبا؟ السبب هنا واضح ومعروف. الغابات المداريه المطيره والغابات الموسميه الاثنين ده هم عشان يكبروا بيحتاجوا خصائص مناخيه معينه مش موجوده في اوروبا. يبقى قارة آسيا فيها خصائص مناخية بتساعد غابات المدارية تنمو فيها وبتساعد الغابات الموسمية تنمو فيها، لكن قارة أوروبا فيها خصائص مناخية ما بتساعدش الغابات المدارية إنها تنمو فيها، ما بتساعدش الغابات الموسمية إنها تنمو فيها. عشان كده النوعين ده هم مش موجودين في قارة أوروبا، لأن هم بيحتاجوا لدرجة حرارة من ضمن الحاجات اللي بتخليهم ينمو درجات حرارة مرتفعة. عشان كده ما بينموش في قارة إيه؟ أوروبا، لأن قارة أوروبا في المنطقة أنهي؟ في المنطقة المعتدلة الشمالية. يبقى قارة أوروبا في المنطقة المعتدلة الشمالية، وبالتالي لا يتوافر فيها الظروف المناخية الملائمة لنمو الغابات المدارية والغابات الموسمية. تاني، يبقى الغابات المدارية والغابات الموسمية بتختفي في قارة ايه؟ اوروبا. طب مش موجودة في قارة اوروبا ليه يا مستر؟ لان الغابات دي بتحتاج ظروف مناخية تلائم النمو بتاعهم
الظروف ديت مش موجوده في قاره اوروبا، لان معظم قاره اوروبا بيقع في المنطقه المعتدله الشماليه، وقلت لكم هم بيحتاجوا درجه حراره مرتفعه، عشان كده ما بينموش فين؟ في قاره اوروبا. طيب نيجي لاول نظم من الغابات معانا، وهي ايه؟ نظم الغابات المداريه المطيره. طبعا مش هنقولها الا في قاره اسيا بس، عشان هي مش موجوده في قاره اوروبا. طب نظم الغابات المداريه المطيره موجوده فين؟ موجوده في جزر جنوب شرق اسيا، اللي هي جزر الفلبين وجزر اندونيسيا، وكمان موجوده في الساحل الغربي للهند، وكمان موجوده في السواحل الشرقيه لخليج البنغال. تاني بقى ناخدهم على الخريطه ونشوف، لازم نكون عارفين اماكنهم في الخريطه يا سنه تانيه. يبقى نظم الغابات المداريه المطيره موجوده في جنوب شرق قاره اسيا، في الجزر اللي هناك، اللي هي جزر، قلنا جزر الفلبين فيها غابات مداريه مطيره، وكمان جزر اندونيسيا فيها غابات مداريه مطيره، وكمان موجوده في الساحل الغربي للهند، اللي هي الحته دي، الساحل الغربي للهند، والسواحل الشرقيه لخليج البنغال، اللي هو اللون الاخضر التقيل ده اهو، السواحل الشرقيه لخليج البنغال. يبقى نظم الغابات المداريه المطيره، النظم دهيت موجوده في قاره اسيا بس، بتختفي في قاره اوروبا. فين بقى في اسيا؟ موجوده في الجزر الجنوبيه الشرقيه زي جزر الفلبين وجزر اندونيسيا، وموجوده فين كمان؟ في الساحل الغربي للهند، وكمان في الساحل الشرقي لخليج الايه؟ البنغال. يبقى انا عرفت دلوقتي ان الغابات المداريه المطيره مش موجوده في اوروبا؟ لا، ما هياش موجوده في اوروبا، موجوده في اسيا. ايوه، فين؟ في جزر جنوب شرق اسيا زي جزر الفلبين وجزر اندونيسيا، موجوده كمان في غرب الهند، وموجوده كمان في شرق خليج البنغال. تمام كده، يبقى انا عرفت اماكنها على الخريطه، اماكن الغابات المداريه المطيره على الخريطه. الغابات المداريه المطيره ديت يا سنه تانيه مهمه، بنستفيد منها. ايوه، مهمه في تنظيم المناخ، بتنظم المناخ. ايوه بتنظم المناخ. ليه بقى؟ لان الغابات المداريه المطيره بتكون اشجارها كتير قوي وكثيفه قوي، عشان كده بتعمل ايه؟ بتمتص كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون. طب وفيها ايه يا مستر لما الغابات تاخد كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون؟ ما هي لما تاخد كميه كبيره من ثاني اكسيد الكربون يا سنه تانيه، ده هيقلل لي ايه بقى؟ هيقلل لي الاحتباس الحراري، لان ثاني اكسيد الكربون ده من الغازات المهمه اللي بتعمل احتباس حراري وبتزود درجه حراره الجو اللي احنا عايشين فيه ده. يبقى خدوا بالكم كده، الغابات المداريه المطيره مهمه وبتساعد في تنظيم المناخ. ايوه، ازاي؟ بتقوم الغابات المداريه المطيره بامتصاص كميات كبيره من ثاني اكسيد الايه؟ الكربون، وبالتالي ده بيساهم في تقليل الاحتباس الحراري. طيب يبقى دي كده اول اهميه ليها. كمان ليها اهميه في المناخ، فبخار الماء المتصاعد من الاشجار بتاعه الغابات المداريه المطيره بيساعد في تكوين السحب وسقوط الامطار. انتوا متخيلين ان كميه الاشجار اللي في الغابات المداريه المطيره بتطلع بخار ميه، بخار الميه اللي بتطلعه ده بيؤدي لتكوين السحب وبالتالي سقوط الامطار. تخيلوا بقى كميه الاشجار ديت عامله ازاي. فهي بتمتص كميات كبيره من ثاني اكسيد الكربون، وفي نفس الوقت بتطلع بخار ميه، فبخار الميه اللي بتطلعه ده من كميته الكبيره بيكون لي سحب، والسحب دي بتنزل امطار. يبقى كده الغابات المداريه المطيره بتساعد في تنظيم المناخ. ايوه بتساعد في تنظيم المناخ. طب بتساعد في تنظيم المناخ ازاي تاني؟ قال لي عن طريق ان هي بتمتص كميات كبيره من غاز ثاني اكسيد الكربون، وبالتالي بتقلل لي من الاحتباس الحراري. في نفس الوقت الاهميه الثانيه بتاعتها، بخار الماء المتصاعد منها اللي هو من الاشجار يعني بيؤدي الى بقى؟ تكوين السحب وبالتالي سقوط الايه؟ الامطار. طب هل الغابات ديت يا مستر بتتعرض لمخاطر؟ ايوه يا حبيبي بتتعرض لمخاطر. الغابات المداريه المطيره بتتعرض لاخطار كتيره قوي. طيب زي ايه كده يا مستر؟ زي مثلا الأنشطة البشرية، خاصة نشاط الصناعة غير المستدامة، بيؤدي إليه بقى؟ إلى تدهور الغابات. الغابات المدارية المطيرة بسبب النشاط الإنساني في الصناعة، خاصة الصناعة يعني، بيؤدي إلى إيه بقى؟ بيؤدي إلى تدهور الغابات. إحنا بنصنع وبنحتاج في الصناعة بتاعتنا الشجر. لو بدأنا نقطع الشجر من غير تخطيط، من غير تنمية مستدامة، ده هيؤدي لتدهور الغابه. كل واحد يحتاج شجره ولا 2 ولا 3 يروح يقطع من الغابه ويرجع، نروح نقطع ونرجع، المصانع تروح تقطع من الغابه وترجع، فالغابه هنا هتتعرض للايه؟ للتدهور. انما لو احنا عملنا خطه مدروسه وعملنا
استفاده من الغابات بشكل مستدام ده هيحافظ عليها. لكن احنا بقى بنبدا ان احنا نستخدم الغابه المداريه المطيره بشكل غير مستدام، خاصه فين؟ في الصناعه. يبقى الانشطه البشريه خاصه الصناعه الغير مستدامه، خاصه الصناعه الايه؟ الغير مستدامه، بنقطع من غير ما يكون عندنا تنميه مستدامه ولا خطه نحافظ بقى على الغابه. ده بيؤدي الى ايه في الاخر؟ بيؤدي الى تدهور الغابات المداريه المطيره. يبقى الغابات المداريه المطيره ممكن تتدهور، ايوه بتتدهور اصلا بسبب الانشطه البشريه مثل نشاط الصناعه الغير ايه؟ مستدامه. يبقى الانشطه البشريه زي الصناعه بتؤدي الى تدهور الغابات المداريه المطيره، وده خطر من ضمن الاخطار اللي بتواجه الغابات دي. طيب عندنا النوع الثاني من الغابات وهي غابات البحر المتوسط. غابات ايه؟ غابات البحر المتوسط، موجوده في غرب اسيا وموجوده في جنوب اوروبا وجنوب غرب اوروبا. نشوفها على الخريطه. موجوده فين؟ اهي دي اسيا، في غرب اسيا، يعني الحته الحمراء دي. نغير اللون، الحته الحمراء دي. وموجوده فين؟ في جنوب اوروبا، الحته الحمراء ده، وجنوب غرب اوروبا، يعني الحته دي كمان. يبقى الغابات بتاعه البحر المتوسط موجوده في غرب اسيا وجنوب اوروبا وجنوب غرب اوروبا. يبقى دي اسمها ايه؟ غابات البحر المتوسط. يبقى غابات البحر المتوسط موجوده فين تاني؟ موجوده في غرب اسيا وجنوب اوروبا وجنوب غرب اوروبا. جنوب غرب ايه؟ اوروبا. معظم اسبانيا والبرتغال النهارده تبع غابات البحر المتوسط. طيب ماشي، ده بالنسبه للنوع الثاني من الغابات اللي هي غابات البحر الايه؟ المتوسط. قال لي طبعا مش هيكتر معاك في الخصائص بتاعتها على اساس ان احنا درسناها في سنه اولى، فاحنا المعلومه عارفينها، فاحنا مش هناخد تفاصيل ثانيه في غابات البحر المتوسط. لو رحنا للغابات الثالثه معايا وهي الغابات الموسميه. الغابات الايه؟ الموسميه. موجوده فين الغابات الموسميه يا مستر؟ قال لي الغابات الموسميه موجوده بين دائرتي 5 ل 35 شمالا، ما بين دايرتين 5 ل 35 شمالا. بلاقيها في قاره اسيا بس. بلاقيها في قاره اسيا ايه؟ بس. طيب فين تحديدا؟ برضو في الهند، وكمان بعض المناطق الموجوده في جنوب وجنوب شرق اسيا. تعال نشوفهم. موجوده ما بين دايره 5 مثلا، دي دايره 5 مثلا، ما دي دايره 0، دي الاستواء اهي، دي 0، دي دايره 5 تمام كده شمال الاستواء، لغايه اخرها فين بقى؟ دايره ايه؟ 35 شمالا برضه. يبقى من 5 ل 35. يبقى الغابات الموسميه مش موجوده الا في النطاق ده بس على مستوى قاره اسيا. موجوده في الجزء ده على مستوى قاره ايه؟ على مستوى قاره اسيا، مش هلاقيها الا في الحته دي بس. طيب فين بقى تحديدا؟ قال لي في الهند. معظم الهند غابات موسميه، وكمان شرق، حته من شرق اسيا، وجنوب شرق اسيا، يعني الحته دي كمان. يبقى هنا خد بالك الغابات الموسميه موقعها الفلكي، يعني ما بين دايره عرض كام ودايره عرض كام، موجوده ما بين دايرتين من 5 ل 35 شمالا، يعني في الحته دي. طيب موجوده فين تحديدا من حيث الموقع الجغرافي؟ موجوده في الهند وجنوب شرق اسيا، وكمان موجوده فين؟ في شرق اسيا. يبقى انا الوقت عرفت ان انا عندي الغابات الموسميه. الغابات الموسميه مش موجوده الا في قاره اسيا بس. طب ما بين دايرتي كام؟ من 5 ل 35 شمالا، ده من حيث الموقع الفلكي. طيب موجوده فين تحديدا من حيث الموقع الجغرافي؟ قلنا في الهند وجنوب اسيا وكمان جنوب شرق اسيا. جنوب اسيا وجنوب شرق ايه؟ اسيا. طيب خصائصها المناخيه ايه؟ الغابات الموسميه خصائصها المناخيه ايه؟ لو انا رحت عشت فيها، المناخ في الشتاء عامل ايه؟ وفي الصيف برضه عامل ايه؟ فقال لي المناخ في الشتاء درجه الحراره بتكون معتدله الى دافئه، يعني درجه الحراره معتدله، مايله للايه؟ للدفء شويه، مايله للحراره العاليه، مش مايله للبروده، معتدله مايله للحراره. يبقى هنا في الشتاء حراره ايه؟ معتدله مايله للدفء. طب في مطر؟ قال لي لا، المناخ بتاع الغابات الموسميه ما بيكونش ممطر في فصل الشتاء. امال؟ قال لي بيكون في فصل الشتاء مناخ ايه؟ جاف. طب جاف ليه؟ لان الرياح الموسميه الشتويه جافه، بتيجي من اليابس الاسيوي، فما بتتحملش او ما بيكونش فيها بخار ميه. تاني كده، تاني، الغابات الموسميه اللي هي دهيت في الشتاء بتكون معتدله في درجه الحراره، مائله للدفء. جافه، جافه يعني ما بتمطرش في فصل الشتاء. ليه؟ لان الرياح الموسميه الشتويه بتكون جايه من اليابس الاسيوي. بتكون جايه منين؟ من اليابس الاسيوي، فما بيكونش فيها بخار ميه، بتبقى جايه من اليابس ناحيه المحيط، بتبقى جايه بالشكل ده، فبتكون رياح ايه؟ جافه،
مش محمله ببخار الماء. تمام. لو هي جايه بقى من ناحيه المحيط هتحمل بخار ميه فهتروح على اليابس تعمل سحب وتمطر، لكن هي في فصل الشتاء جايه من اليابس. جايه منين؟ من اليابس، فبتكون رياح ايه؟ رياح جافه، ما بيكونش فيها بخار ميه وبالتالي ما بيكونش فيها ايه؟ ما بيكونش فيها مطر. يبقى هنا الرياح الموسميه الشتويه ما بيكونش فيها ايه؟ بخار ميه وبالتالي بتكون ايه؟ جافه، وبالتالي بتكون جافه. يبقى مناخ الغابات الموسميه شتاء، الشتاء بتاعها ماله؟ معتدل جاف. معتدل ايه؟ جاف. معتدل يميل للدفء جاف. طب جاف ليه يا مستر؟ لان الرياح بتكون جايه في فصل الشتاء من اليابس الاسيوي وبالتالي بتكون غير محمله ببخار الميه وبالتالي ما بتمطرش. طيب في الصيف درجه الحراره بتكون مرتفعه، يبقى الغابات دي هتكون ايه في الصيف؟ حاره. طيب ممطره؟ قال لي حاره ممطره. طب حاره ممطره ليه يا مستر؟ حاره ممطره لان الرياح الموسميه الصيفيه بتيجي منين بقى؟ بتكون محمله ببخار الماء قادمه من المحيط الايه؟ الهندي. الرياح الموسميه الصيفيه بتيجي من المحيط الهندي محمله ببخار الايه؟ الميه، بيكون فيها بخار ميه، فبتعمل ايه بقى؟ فبتروح على اليابس وهي محمله ببخار الميه، فاول ما بتخش على اليابس بتروح عامله ايه؟ عامله سحب وبتبدا ان هي تمطر. يبقى خدوا بالكم كده يا سنه ثانيه ان انا عندي دلوقتي غابات موسميه. الغابات الموسميه في فصل الشتاء معتدله جافه، يعني ما بتمطرش. ما بتمطرش ليه؟ لان الرياح بتاعه الشتاء، الرياح الموسميه الشتويه بتاتي من اليابس فبتكون جافه لان هي مش محمله ببخار الميه. هتجيب بخار ميه منين؟ ما هي ما عدتش على محيطات وهي جايه. انما بقى الغابات ديت في فصل الصيف درجه الحراره بتكون عاليه وفي نفس الوقت بتكون ممطره. طب ممطره ليه يا مستر؟ ممطره لان الرياح الموسميه الصيفيه بتيجي من المحيط الهندي محمله ببخار الميه، فاول ما بتخش على اليابس بتعمل سحب وتمطر. يبقى انا عرفت دلوقتي الغابات الموسميه من حيث الخصائص المناخيه ايه بتاعتها. طيب ماشي، لو رحنا بقى لخصائصها النباتيه، النباتات اللي بتنمو في الغابات الموسميه ديت خصائصها ايه؟ اولا قال لي الغابات ديت بتكون غابات كثيفه وضخمه. بتكون ايه؟ غابات كثيفه يعني كتير جنب بعض وضخمه، بس في نفس الوقت غير ايه؟ متشابكه. هي كتير وجنب بعض بس مش متشابكه، كل شجره منفصله عن الشجر اللي جنبها، مش الفروع مش داخله ببعضها، مش متشابكه. طيب ودي حاجه حلوه ولا وحشه؟ قال لي طبعا دي حاجه حلوه لان هي كده هتسمح بوصول ضوء الشمس الى ارض الغابه. هتسمح بمرور ضوء الشمس الى ايه؟ ارض الغابه. يبقى عرفنا دلوقتي ان الغابات الموسميه من خصائصها النباتيه ان هي بتكون كثيفه وضخمه لكن مش متشابكه. طب وايه النتيجه المترتبه على ان هي مش متشابكه؟ بيسمح ذلك بوصول ضوء الشمس الى ارض الايه؟ الغابه، وطبعا ده بيبقى ليه فايده عظيمه جدا بالنسبه للغابات. طب ايه كمان؟ الورق بتاعها عريض ولونه اخضر. عريض ودايما بيبقى اخضر، بس في الصيف. في الشتاء بيذبل ويتساقط. طب ليه؟ عشان مفيش مطر يا مستر. يبقى مفيش مطر في الشتاء، عشان كده الورق اللي بيكون عريض ولونه اخضر وجميل في فصل الصيف ده اول ما بتخش الشتاء ما بيحبش الشتاء. ليه؟ لان الشتاء مفيش فيها مطر فالورق ما بيشربش وبالتالي بيذبل ويتساقط، بيصفر وبيقع. اهم اشجار الغابات الموسميه في قاره اسيا عندنا شجر الخيزران وعندنا كمان شجر الساج. تاني كده، شجر الخيزران وشجر الساج. يبقى ديت اهم الاشجار بتاعه الغابات الايه؟ الموسميه. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الغابات الموسميه من حيث الخصائص المناخيه في فصل الشتاء معتدل جاف. في فصل الشتاء معتدل جاف. جاف ليه؟ لان الرياح الموسميه الشتويه بتيجي من اليابس الاسيوي. طيب في فصل الصيف حار ممطر. ممطر ليه؟ لان الرياح الموسميه الصيفيه بتاتي من المحيط الهندي محمله ببخار الماء فعشان كده بتمطر. من حيث النبات اللي بينمو في الغابات ديت بينمو فيها اشجار كثيفه وضخمه ولكن غير متشابكه. طب وايه النتيجه ان هي مش متشابكه؟ ده بيسمح للضوء ان هو يخش الى ارض الايه؟ الغابه، ودي حاجه مفيده. طيب الورق بتاع الغابه قال لي الورق بتاعها بيكون عريض
واخضر في فصل الصيف، لكن في الشتاء بيصفر بيذبل ويجف ويسقط. ليه؟ لان مفيش مطر في الشتاء، يبقى بسبب الجفاف او عدم سقوط الامطار. طب اشهر النباتات اللي موجوده في الغابات ديت عندنا اشجار الخيزران واشجار الساج. تاني كده، اشجار الخيزران واشجار الساج. طيب لو رحنا بقى ليه الحيوانات اللي بتعيش في أرض الغابة الموسمية. الغابات الموسمية فيها أنواع كتيرة من الحيوانات. طيب زي إيه مثلا؟ قال لي زي الفيلة والنمور بتعيش في الغابات الموسمية. أيوة، لو أنت رحت غابة موسمية ممكن تقابل فيل، ممكن تقابل نمر عادي جدا، ممكن تقابل كمان زواحف. زي ايه كده؟ زي الافاعي. ممكن تلاقي تعبان، ايوه ممكن تلاقي تعبان. كمان ممكن تلاقي طيور زي طائر ابو منجل. يبقى لو رحت الغابه الموسميه ممكن تقابل حيوانات زي الافيال والنمور، ممكن تقابل كمان عندنا زواحف زي الافاعي، ممكن تقابل كمان طيور زي طائر ابو منجل. زي طائر ايه؟ ابو منجل. طيب التربه الارضيه بتاعت الغابه، لو انا بصيت على ارضيه الغابه شكلها ايه؟ قال لي تربه الغابات الموسميه متكونه من الرواسب الطينيه. هي متكونه من رواسب ايه؟ طينيه. طينه يعني لونها اسود، وبيكون ليها القدره على الاحتفاظ بالمياه، وكمان بتكون ايه؟ خصبه عن الغابات المداريه المطيره، عشان كده بتكون صالحه للزراعه. يبقى الغابات الموسميه التربة بتاعتها عاملة ايه يا ترى؟ التربة بتاعتها بتكون متكونة من الرواسب الطينية، يعني عبارة عن طينة، وكمان بيكون لها القدرة على الاحتفاظ بالمية، وكمان في نفس الوقت بتكون اكثر خصوبة من التربة بتاعت الغابات المدارية المطيرة، عشان كده بتكون صالحة للايه؟ للزراعة. يبقى صالحة للزراعة لان هي بتكون من الرواسب الرملية، صالحة للزراعة بتقدر ان هي تحتفظ بالمية، صالحة للزراعة ان هي بتكون ايه؟ خصبة، عشان كده بتستخدم في الزراعة. ده بالنسبة للايه؟ للتربة. طيب هل الغابات الموسمية ليها أهمية اقتصادية؟ ايوه، بنستفيد منها يعني. ايوه، فاحنا بنستخدم اشجار الخيزران والساج اللي بينمو في الغابات الموسميه. يا ترى بنستخدمهم في صناعه ايه؟ في صناعه السفن. ليه؟ لصلابه اخشابها. الغابات الموسمية بينمو فيها أشجار الخيزران والساج، وديت أشجار معروفة إن هي الخشب بتاعها صلب، فبنستخدمه في صناعة الإيه؟ السفن. يبقى يستخدم الخيزران والساج في صناعة السفن. ليه؟ لصلابة أخشاب الأشجار دي. طيب كمان بنستخدم التربة اللي احنا لسه متكلمين عنها من شوية في الزراعة. تربة الغابات الموسمية بتستخدم في الزراعة. الأشجار اللي بتطلع فيها زي الخيزران والساج بنستخدمهم في إيه؟ في صناعة السفن. ليه؟ لصلابة أخشابها. يبقى ده كده بالنسبة لنظام الغابات الإيه؟ الموسمية. طيب نيجي بقى للغابات التانية معانا، وهي نظام الغابات النفضية. نظام الغابات الايه؟ النفضية. طبعا ده هيكون موجود في قارة اسيا، وهيكون موجود برضه في قارة اوروبا. نظام الغابات النفضية في قارة اسيا موجود من دايرة عرض 35 ل 50 شمالا. يبقى الموقع الفلكي بتاع الغابات النفضية من دايرة 35 ل 50 شمالا، من 35 ل 50 شمالا. وموجود في دول زي ايه كده؟ زي اليابان، زي كوريا، زي كمان شرق الصين، وزي اقليم منشوريا في شمال شرق الصين. يبقى الغابات النفضيه موجوده في اسيا. ايوه، ما بين دايرتين من 35 ل 50، وموجود في حتت زي ايه كده؟ زي اليابان، زي كوريا، زي كمان شرق الصين، وكمان في اقليم منشوريا في شمال شرق الصين. تاني كده، موجود فين؟ موجود في اليابان اللي هو نظام الغابات النفضيه في اليابان، وفي كوريا، وفي شرق الصين، وفي اقليم منشوريا شمال شرق الصين. تمام كده؟ طيب في قارة اوروبا ممكن نلاقي الغابات ديت؟ ايوه طبعا، بس هنلاقيها بقى ما بين دايرتين 40 ل 60 شمالا. يبقى الغابات النفضية موجودة برضه في قارة اوروبا، لكن ما بين دايرة كام؟ من 40 ل 60. وبتكون الغابات دهيت في نطاق عرضي جاي من غرب اوروبا لشرق اوروبا. تاني كده على الخريطة نبص عليها اهي، اللي هي باللون ده اهي. الغابات النفضيه بتيجي من غرب اوروبا لغايه شرق ايه؟ اوروبا. كل ديت غابات ايه؟ غابات نفضيه. يبقى الغابات النفضيه موجوده في قاره اوروبا ما بين دايره 40 ل 60، وبتمتد في شكل نطاق عرضي، يعني جايبه اوروبا كلها بالعرض. منين لفين يا مستر؟ من غربها
الى شرقها. دي الغابات الايه؟ النفضيه. طيب ماشي، خصائصها المناخيه ايه؟ الغابات النفضيه ديت لو انا حبيت اروح اعيش فيها، خصائصها المناخيه في الشتاء وفي الصيف عامله ايه؟ قال لي في الشتاء ما انصحكش تروح طبعا. ليه؟ شتاء بارد. شتاء ايه؟ بارد. بتصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر المئوي وتسقط فيه الثلوج. الشتاء في الغابات النفضية بارد لدرجة إن الحرارة بتنزل لغاية ما تحت الصفر، بتبقى بالسالب درجات الحرارة في الوقت ده في الشتاء، وبتسقط كمان هناك الإيه؟ الثلوج. طب في الصيف يا مستر؟ في الصيف بيكون معتدل تسقط فيه الأمطار. يبقى هنا الغابات النفضية المناخ بتاعها ماله؟ بارد مع ثلوج في فصل الشتاء. طب الصيف معتدل ممطر. يبقى الصيف بتاعها ماله؟ معتدل ممطر. انما الشتاء مالها؟ الشتاء بتاعتها بارده، درجه الحراره بتنزل الى ما دون الصفر، وكمان بيسقط هناك الايه؟ الثلوج. انما الصيف معتدل وتسقط فيه الايه؟ الامطار. طيب الخصائص النباتيه، النباتات اللي بتنمو في الغابات النفضيه اللي بتنمو فيها اشجار تنفض اوراقها. طب ليه بتنفض اوراقها؟ ليه؟ قال لي هنا الاشجار ده هي لقت حيله ان هي تقدر تتكيف مع المناخ في فصل الشتاء وكمان في فصل الخريف، فبتعمل ايه؟ بتنفض اوراقها عشان تقلل احساسها بالبروده في فصل الشتاء. انت متخيل الشتاء هناك عامل ازاي؟ لدرجه ان الشجر اللي هناك اللي بينمو في الغابات النفضيه بينفض اوراقه. بينفض اوراقه ليه؟ عشان ما يحسش بالبرد والسقعه اللي هناك. يبقى في قاره اسيا وقاره اوروبا بتنمو هناك غابات نفضية. نفضية ليه؟ لأنها تنفض أوراقها في فصل الشتاء والخريف. طب ليه؟ بسبب شدة البرودة. من شدة البرودة الشجر ده بينفض نفسه من الورق عشان ما يحسش بالبرودة في فصل الشتاء وفصل الخريف. عشان كده احنا قلنا عليها الغابات الايه؟ النفضية. طب ايه اهم الاشجار اللي بينمو في الغابات النفضية؟ شجر اسمه شجر الزان. شجر اسمه شجر الزان من الاشجار بتاعت الغابات النفضيه. يبقى الغابات النفضيه قلنا يا سنه تانية بتنتشر ما بين دايره 35 ل 50 شمالا في قاره اسيا، موجوده في اليابان، موجوده في كوريا، موجوده في شرق الصين، موجوده في اقليم منشوريا في شمال شرق الصين. انما في اوروبا ما بين دايره 40 ل 60 شمالا، موجوده بشكل عرضي واخده من غرب اوروبا لغايه شرق اوروبا. الغابات ديت بتكون في فصل الشتاء شديدة البرودة، تصل درجات الحرارة إلى ما دون الصفر وتسقط فيها الثلوج. إنما في فصل الصيف معتدلة ممطرة، بيسقط فيها مطر، مية عادية مش تلج. طيب بالنسبة للخصائص المناخية، اللي الغابات ديت بتنفض أوراقها، الشجر اللي بينمو هناك بينفض أوراقه، فبنقول عليه غابات نفضية. بينفض أوراقه في فصل الشتاء وفي فصل كمان الخريف. بسبب إيه هنا يا مستر؟ بسبب شدة البرودة. عشان كده بتعرف بالغابات الايه؟ النفضيه. اهم اشجارها عند شجر الزان. شجر ايه؟ الزان بينمو في الغابات النفضيه. طيب هل في حيوانات بتقدر تعيش في المناخ ده؟ ايوه طبعا عندي حيوانات بتقدر تعيش في المناخ ده. عندنا مثلا في نظام الغابات النفضيه حيوانات زي السناجب والدب الاسود الاسيوي. عندنا ايه يا مستر؟ السناجب السنجاب، وعندنا كمان الدب الاسود الاسيوي. ديت حيوانات بتعيش في نظام الغابات النفضيه، بتقدر تتكيف مع الظروف المناخيه اللي هناك. زي ايه تاني كده؟ السناجب والدب الاسود الاسيوي. طيب لو رحنا بقى للتربه اللي في الغابات النفضيه، التربه هناك عامله ايه؟ قال لي التربه اللي هناك تربه طينيه. تربه ايه؟ طينيه. طيب بتساعد الحراره بتاعت الصيف. الصيف احنا قلنا الجو معتدل، فهو بالنسبه للشتاء هناك في حراره شويه، فالحراره بتاعت الصيف اللي موجوده بالنسبه لفصل الشتاء اللي بتصل فيه درجه الحراره ما دون الصفر، فهي لو بقت 5 ولا 10 في فصل الصيف فمعنى كده ان في حراره هناك. فحراره الصيف بتساعد ايه بقى؟ بتساعد على تحلل الاوراق اللي بتسقط في الشتاء والخريف، بتحللها وتحولها الى سماد عضوي يساعد على خصوبة التربة. يبقى هنا تربة الغابات النفضية
بتكون تربه خصبه، تربه طينيه خصبه صالحه للزراعه. طب والسبب هنا ايه؟ السبب هنا حراره فصل الصيف. حراره فصل الايه؟ الصيف. حراره فصل الصيف بتعمل ايه يا مستر؟ حراره فصل الصيف بتحلل الاوراق اللي بتسقط في فصل الشتاء والخريف، وبعد ما تحللها بتخليها مواد عضويه، وبتبدا كمان التربه تمتصها فتكون تربه خصبه. يبقى بتحلل الاوراق وكمان بتحلل اي مواد عضويه موجوده، مش بس الاوراق بتحولها لمواد عضويه، لا كمان اي حاجه. يعني لو في حيوان مات او في فضلات لحيوانات مختلفه، هنا حراره الصيف بتحولها لمواد ايه؟ بتحولها لمواد عضويه تمتصها التربه، وده بيساعد على ايه؟ بيساعد على خصوبه التربه. نيجي للاخطار بقى اللي بتواجه الغابات النفضيه. الغابات النفضيه بتواجه اخطار كتيره. طب اخطار زي ايه؟ زي مثلا ان الحيوانات اللي بتعيش فيها بتتعرض للصيد الجائر. في ناس بيروحوا يصطادوا الحيوانات اللي بتعيش في الغابات النفضيه بشكل كبير جدا، اسمه صيد جائر، بيصطادوا كميات كبيره يعني مره واحده. زي مثلا مين الحيوان اللي بيتعمل كده؟ الدب الاسود الاسيوي، فده بيؤدي الى تناقص اعدادها. فالدب الاسود الاسيوي اللي بيعيش في الغابات النفضيه ده غلبان. غلبان ليه؟ لان اعداده بدات تقل، ما بقتش زي زمان. طب والسبب في كده ايه يا مستر؟ السبب في كده الصيد الجائر، بيعرض الحيوان ده للانقراض، اللي هو ايه بقى؟ الدب الاسود الاسيوي. طب كمان بتتعرض الغابات النفضيه لمشاكل، وهي ازاله مساحات كبيره من اشجارها النفضيه. طب ليه بيشيلوا مساحات كبيره منها ليه يا مستر؟ عشان يحلوا محلها الزراعه. بسبب خصوبة التربة في نظام الغابات النفضية بيروحوا شايلين مساحات من الغابات، يقول لك احنا هنزرع مكانها، احنا نستفيد من الاشجار ديت. شيل يا عم الاشجار ديت وازرع الاماكن دهيت بقى، قمح، ازرعها خضار، ازرعها فاكهه، ازرعها اللي انت عايز تزرعه، شيل الغابات دي. فالغابات النفضية غابات بتتعرض لنوعين من الاخطار. الحيوانات اللي فيها بتتعرض لخطر الصيد الجائر، يعني الصيد بكميات كبيرة، وده بيؤدي الى تناقص اعدادها زي ما حصل مع الدب الاسود الاسيوي. وكمان بتتعرض الغابات دهيت لازاله كبيره من المساحات بتاعتها، لان التربه بتاعتها خصبه، فبيشيلوا مساحات منها ليحلوا محلها الزراعه. لكن بقى هل احنا ما بنستفدش من الغابات النفضيه؟ طبعا بنستفاد. طب بنستفاد بيها في ايه يعني يا مستر؟ بنستفاد ان احنا بنستخدم اشجار الزان ديت في صناعه الاساس. صناعه الاساس، الدولاب، الكومودينو، التسريحه، كل ده اساس. فخشب اشجار الزان بنستخدمه في صناعه الايه؟ الاساس، بيكون قوي وفي نفس الوقت خفيف. يبقى تدخل اشجار الزان في صناعه الاساس. كمان بتستخدم مساحات كبيره من النظام ده في زراعه القمح والتفاح والكتان. يبقى احنا بنستفيد من الغابات النفضيه. ايوه احنا بنستفيد من الغابات النفضيه. طب بنستفيد منها في ايه يا مستر؟ بنستفيد منها في ان احنا بنستخدم اشجار الزان في صناعه الاساس، وكمان ان احنا بنستخدم مساحات واسعه من الغابات النفضيه في زراعه القمح والتفاح وكمان زراعه الكتان. ده كده بالنسبه للايه؟ للغابات النفضيه. نيجي بقى لاخر نظام معانا في الغابات، وهو نظام الغابات الصنوبريه او المخروطيه. طيب نظام الغابات الصنوبريه والمخروطيه ده يا مستر موجود في اسيا وموجود في اوروبا؟ ايوه موجود في اسيا وموجود في قاره اوروبا برضه. طيب موجود فين؟ قال لي موجود ما بين دايره 50 ل 70 في قاره اسيا، يعني في اقصى شرق سيبيريا، هنشوفها على الخريطه دلوقتي. كمان موجود من 50 ل 70 برضه في شمال غرب اوروبا. يبقى فين تاني كده؟ تاني اهو موجوده الغابات دهيت ما بين دايره قلنا من 50 ل 70 في شرق سيبيريا، يعني الحته دي لغايه اقصى شمال غرب قاره اوروبا، يعني الحته اللي هي جزيره ايسلندا. تمام كده؟ يبقى انا دلوقتي عرفت ان الغابات الصنوبريه او الغابات المخروطيه، اقول عليها ده او اقول على الاسم ده عادي. طب الغابات الصنوبريه او المخروطيه يا مستر موجوده في اسيا؟ قال لي موجوده من شمال شرق سيبيريا حتى شمال غرب قاره اوروبا، ما بين دايره 50 ل 70 شمالا. طيب ماشي،
يبقى احنا قلنا دلوقتي الغابات الصنوبريه كده موجوده في قاره اسيا، وموجوده كمان في قاره اوروبا، كمان موجوده في مساحات متناثره، يعني مساحات متفرقه في السلاسل الجبليه في وسط اسيا وكمان في اوروبا، يعني موجوده كمان في الجبال في وسط قاره اسيا وفي وسط كمان قاره اوروبا. طيب الخصائص المناخيه، لو انا رحت في الغابات الصنوبريه ديت وحبيت اعيش هناك، المناخ اللي هناك خصائصه ايه يا مستر؟ قال لي لا بلاش تروح بقى الغابات دي خالص. ليه؟ لان الشتاء هناك شتاء طويل قارس البروده. شتاء طويل، بروده بتاعته قاسيه قارس البروده، وكمان بتنخفض فيه الحراره الى ما دون الصفر وتتساقط فيه الثلوج. يبقى هو شبه كده الغابات النفضيه، بس هو مركز لي على ان الشتاء هنا طويل قارس البروده، فدرجات الحراره بتوصل الى ما دون الصفر، وكمان بتتساقط فيه الثلوج. طالما الشتاء طويل يبقى الصيف ماله؟ قصير. اهو صيف قصير وبارد وتتساقط فيه الامطار. الصيف بتاع الغابات الصنوبريه مش معتدل، قصير وبارد، انما الشتاء طويل وقارس البروده، يعني بروده ما شفتهاش قبل كده. طيب يبقى هنا الصيف قصير وبارد تتساقط فيه الامطار. يبقى انا دلوقتي عرفت ان الغابات الصنوبريه المخروطيه خصائصها المناخيه في فصل الشتاء شتاء طويل قارس البروده، تصل الحراره الى ما دون الصفر وتتساقط الثلوج. لكن الصيف عندها ماله؟ الصيف عندها قصير وبارد وتتساقط فيه الامطار. طب يا مستر ايه النباتات اللي بتنمو هناك؟ اشجار ايه اللي بتنمو في الغابات الصنوبريه المخروطيه؟ قال لي الاشجار اللي بتنمو هناك بتكون واخده الشكل المخروطي. الشكل المخروطي يعني مثلا الشكل ده مثلا، تمام كده؟ الشكل المخروطي واخده شبه المثلث كده، اللي هي الغابات الغابات الصنوبريه المخروطيه بتكون واخده الشكل المخروطي، وكمان مغطاه بطبقه من الشمع. طب ليه؟ ليه ربنا خلقها واخده شكل مخروطي؟ وليه ربنا خلقها الورق بتاعها متغطي بطبقه شمعيه؟ قال لي عشان تزحلق التلج من عليها، التلج ما يتراكمش فوقيها فيموتها يفطسها. يبقى هنا الغابات المخروطيه شكلها مخروطي، اوراقها مغطاه بطبقه من الشمع، النتيجه المترتبه على كده هيساعدها ده على ان هي تتخلص من من الثلوج المتساقطه عليها، لان قلنا الشتاء طويل وبيسقط في الشتاء الطويل ده ثلوج، ما بيسقطش امطار، فالثلوج ديت لو تراكمت على شجر الغابات المخروطيه هيموت الشجر ده. عشان كده ربنا لما خلاها تاخد الشكل المخروطي، وفي نفس الوقت خلى الاوراق بتاعتها فيها طبقه طبقه شمعيه عشان تزحلق كل الثلوج اللي هتسقط عليها. يبقى ده بيساعدها على التخلص من الثلوج المتساقطه عليها. طب ايه اشهر اشجارها يا مستر؟ الصنوبر. مش احنا بنقول غابات صنوبريه؟ يبقى اشهر اشجارها الصنوبر والشربين. تاني كده، الصنوبر والشربين. افتكرها باللب الصوبر والشيف الشربين. يبقى الغابات الصنوبريه المخروطيه بينمو فيها اشجار الصنوبر والشربين، اللب الصوبر والشيف الشربين، تفتكرهم على طول. طب هل في حيوانات بتعيش في الغابات ديت؟ ايوه طبعا في حيوانات بتعيش في الغابات ديت. الغابات الصنوبريه بتعيش فيها حيوانات بريه. طب زي ايه يعني؟ قال لي مثلا حيوانات ذات فرو سميك، جلدها تخين، فروها كتير، زي الدب القطبي، بيقدر ان هو يعيش هناك، لان قلنا الشتاء هناك طويل وقارس البروده، فبيعيش هناك حيوانات ذات فراء سميك، يعني جلدها تخين حبتين ثلاثه. زي مين كده؟ زي الدب القطبي. بيعيش هناك كمان من الثدييات حيوان الرنه، حيوان الرنه شبه الغزال كده. يبقى انا دلوقتي عرفت ان في حيوانات ذات فراء سميك بتعيش في الغابات الصنوبريه زي الدب القطبي. كمان عندي حيوانات ثديه زي الرنه. كمان عندي طيور زي نقار الخشب. زي نقار الخشب بيعيش في الغابات الصنوبريه. كمان عندي حشرات هناك زي البعوض. بعوض؟ الناموس هناك؟ ايوه في ناموس هناك. طب السبب اللي بيخلي الناموس يبقى هناك ان بيبقى فيه مستنقعات ناتجه عن ذوبان الجليد، فبتجذب الناموس
البعوض. يبقى خد بالك، ينتشر البعوض في فصل الصيف في الغابات الصنوبرية المخروطية. أيوة، ليه؟ بسبب هنا المستنقعات الناتجة عن ذوبان الجليد. الجليد بيبدأ ان هو يسيح في فصل الصيف، فبيعمل برك مية بتجذب البعوض. يبقى لقينا البعوض في الغابات الصنوبرية بسبب ايه؟ بسبب انتشار المستنقعات الناتجة عن ذوبان الجليد. طب لو رحنا شفنا التربة، الأرض بتاعة الغابات الصنوبرية المخروطية، هنلاقيها ايه بقى؟ هنلاقيها تربة رمادية، مش طينية سوداء، لا رمادية قليلة السمك. يعني التربة ديت رفيعة، ما هياش تخينة، وكمان منخفضة الخصوبة، يعني متدمرة من كل ناحية. التربة هنلاقي شكلها رمادي، هنلاقي سمكها قليل او رفيعه، هنلاقي كمان في التربه دهيت ايه؟ انخفاض للخصوبه، خصوبتها مش كتيره. طيب السبب هنا ايه؟ ايه اللي ما خلاهاش خصبه؟ السبب هنا قله المواد العضويه والاملاح. قله ايه؟ المواد العضويه والاملاح. مفيش هنا مواد عضويه اتحللت عشان التربه تبقى خصبه اصلا، مفيش املاح موجوده في التربه ديت. طب وايه اللي ما خلاش فيه مواد عضويه هناك ولا املاح؟ الانخفاض درجه الحراره. درجه الحراره المنخفضه ما بتحللش المواد العضويه، وبالتالي هنا طالما المواد العضويه ما اتحللتش، التربه دي مش هتبقى تربه خصبه. يبقى تانية سنه تانية كده المواد العضويه والاملاح قليله في تربه الغابات الصنوبريه بسبب ايه بقى؟ بسبب انخفاض درجه الحراره اللي بتعمل على بطء تحلل المواد العضويه وتعفنها فوق سطح التربه. ربنا سبحانه وتعالى بيخلي التربه خصبه ازاي؟ بيخلي التربه خصبه من خلال ان المواد العضويه تتحلل وتعفن على سطح التربه، فتقوم التربه تمتص الحاجات دي، فالتربه دي بتتغذى وبتبدا ان هي تطلع لي نباتات. لكن تربه الغابات الصنوبرية المخروطية مالها بقى؟ خصوبتها قليلة. ليه؟ بسبب قلة المواد العضوية والأملاح ما اتحللتش. طب ما اتحللتش ليه؟ بسبب انخفاض درجة الحرارة. طب ومالها درجة الحرارة؟ درجة الحرارة لما بتقل بتعمل على بطء تحلل المواد العضوية وتحللها فوق سطح التربة، فالتربة ما بتتغذاش، عشان كده تربة ما هياش تربة ايه؟ خصبة، تربة رمادية قليلة السمك وكمان خصوبتها قليلة. طيب لو رحنا للأخطار، هل الغابات الصنوبرية المخروطية بتتعرض لأخطار؟ قال لي الغابات الصنوبرية بتتعرض لأخطار زي العواصف. بيجي لها عواصف شديده جدا، خاصه في الشتاء طبعا بتيجي عاصفه شديده. العاصفه من شدتها بتعمل ايه؟ بتعمل على اقتلاع الاشجار وتكسيرها، وده حصل قبل كده في الصين وفي دوله السويد. يبقى تاني ايه الاخطار اللي بتتعرض ليها الغابات المخروطيه الصنوبريه؟ بتتعرض لاخطار العواصف الشديده اللي بتكسر الاشجار وبتشيلها كمان. يعني يا اما تشيل الشجره من جذرها يا اما تكسر الشجر نصين، وده حصل قبل كده كتير في دوله الصين وفي دوله السويد. يبقى ده الخطر اللي بيهدد الغابات الصنوبريه المخروطيه. طيب هل هي مهمه ولا مش مهمه اصلا؟ الغابات الصنوبرية مهمة ولا مش مهمة؟ قال لي لا طبعا مهمة. طب مهمة في ايه بقى؟ لان اشجار الصنوبر والشربين بنستخدمهم في صناعة الورق. الورق اللي احنا بنستخدمه بنصنعه من خشب. الخشب ده بنجيبه من شجر ايه؟ بنجيبه من شجر الصنوبر والشربين. طب اشمعنى بنختار الصنوبر والشربين؟ قال لي لان هو الخشب بتاعه لين، اقدر ان انا اطلع منه ورق عادي، يبقى بسبب ليونة اخشابها. يبقى دلوقتي اشجار الغابات الصنوبرية مهمة، ايوه مهمة. بستخدمها في صناعة ايه؟ بستخدمها في صناعة الورق. بسبب ايه؟ بسبب ليونة اخشابها. وبكده يا حبايبي خلص الدرس بتاعنا النهارده. ما ننساش نعمل اشتراك في القناة ولايك للفيديو، وسلام.